السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال الثانوية العامة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وسعادة. النهاردة أنا راجع لكم بفيديو جديد، وده الجزء الثاني من سلسلة الفيديوهات اللي احنا قلنا هننزلها عشان نحاول بإذن الله نلم معاكم معظم المواد، أو ازاي تقدر تلم المواد بسرعة وعن طريق اليوتيوب حتى لو بتخش دروس، وفي نفس الوقت يبقى الفيديوز متجمعة كده وجاهزة معاك، وفي خطة حضرتك تقدر تمشي عليها عشان توصل للي أنت عايزه. الفيديو بتاع النهارده باذن الله هنتكلم فيه على 3 مواد، هنتكلم فيه عن الانجليش، هنتكلم فيه عن الجيرمان، هنتكلم فيه على الدويتش اللي هو الالماني والفرنساوي والانجليزي اللي هم، واحنا اتكلمنا مع بعض في الفيديو عن العربي. كده انت خلصت المواد الادبي بتاعتك، فانت تقدر تذاكر دول. وبالنسبه لطلبه الستيم زي ما قلنا دول مع اليو ار تي، انت خلاص باذن الله هتقدر تخش تجيب درجه كويسه جدا، حتى لو كان مستواك من تي سي او في المواد العلمي بقى العاديه. مش قوي تقول ان انت صفر، لازم تبقى بتذاكر عادي المواد التي سي لانها مهمه وعليها درجات. بس قصدي ان انت لو كنت مذاكر المواد الادبي كويس قوي، كمان مذاكر معاه اليو ار تي وحاجات كتير وكده، فالموضوع يبقى سهل عليك قوي ان انت تخش باذن الله تجيب مجموع كويس. خلينا نبدا على طول وما نطولش في الفيديو. هنتكلم في الاول عن الانجليش. الانجليش عندك متقسم لكذا فرع او كذا حاجه. انت امتحانك بيجي لك عباره عن 30 سؤال تقريبا جرامر وكلمات، وبيجي بعد كده اسئله القصه، وبيجي عندك قطعتين، وبيجي عندك الإيساي والديالوج والسفر. حلو. يبقى احنا لو يعني فكك من القطعتين، انت كده كده وانت بتتدرب على اليو ار تي انت اوريدي بتتدرب على القطع، فانت خلاص المفروض القطعتين دول بيتقفلوا في الامتحان. الإيساي فانت متعود تكتب إيسايز من زمان، فما اظنش هتبقى مشكله بالنسبه لك، خصوصا ان انت عندك كابستون وعندك كذا حاجه تانيه بتقعد تكتب فيها إيسايز، واظن ان انت برضه هتقدر تقفله يعني. والدايلوج نفس الكلام، موضوع بسيط جدا في الدايلوج، انت اللي بتكتبه من دماغك. وقلنا بقى انك انت بتحط اسئله وبيبقى الموضوع بسيط جدا. فاحنا الثلاث حاجات اللي انا جاي اكلمك عنهم النهارده هو ازاي تقدر تلم الجرامر كله، وتقدر تذاكر الكلمات، وكمان ازاي تقدر تذاكر القصه، وافضل طريقه انك تذاكر كل واحده فيهم. تمام. خلينا نبدا بالجرامر. الجرامر عندك متقسم للترم الاول والترم الثاني. وعلى فكره الجرامر في عندنا في ستيم هو نفس الجرامر للثانويه عامه، يعني الفيديو دوت او الجزء ده ممكن ينفع بتوع ستيم او لطلبه الثانويه العامه العاديه خالص، ان الجرامر واحد في الاثنين. ازاي نقدر نلم الجرامر؟ هنلم الجرامر عن طريق تو فيديوز. فيديو لعبقري اللغه، قناه اسمها عبقري اللغه، عامل الترم الاول كله في 10 ساعات. هو طويل شويه بس شامل حل وشرح، شامل الاثنين، شامل الترم الاول معاك كله بكل تفاصيله، شرح وحل. فالموضوع يبقى بالنسبه لك حلو قوي. تاني فيديو لامم الترم التاني كله اللي استاذ حماد الدين، الفيديو ده تقريبا 4 ساعات. ده يعني اسئله بحل قليل بس هو هيعمل معاك الدنيا. انا برضه ما او ما حبيتش اجيب لك فيديو كبير كمان للترم التاني عشان ما تلاقيش الوقت عندك كبير. فانت عندك هتلاقي الفيديو الاول ده 10 ساعات، ده لامم معاك الدنيا كلها. الترم الاول باذن الله مش هتحتاج غيره. تاني فيديو اللي هو الفيديو بتاع مستر محمد الدين، بتفاجئ بعدين ان انت بقى تتدرب، اذا كان بقى تشوف فيديوز على اليوتيوب، او اذا كان هتعمل اي حاجه تانيه جنب ان انت تتفرج على الفيديو ده. كده بالنسبه لاول حاجه الجرامر بتاعنا. بالنسبه بقى للكلمات، وهتكلم دلوقتي على الكلمات هنذاكرها منين وتذاكرها ازاي تسهل على نفسك الموضوع. تمام. اول حاجه هتذاكر الكلمات منين، فانا هتلاقيني هكتب لك لينك درايف دوت، هتلاقي فيه فايلين. الفايلين دول مجمعين كل كلمات الانجليش بتاعه المنهج كله، اذا كان ابستريم، اذا كان هلو، اذا كان كلمات السايكلز، اذا كان اي كلمات عندك في المنهج هتلاقيهم موجودين في الفايل ده. والفايل برضه حاطط جرامر وحاطط حاجات كتير قوي، بس هو اهم حاجه فيه هي الكلمات. تمام. طب ازاي اذاكر الكلمات؟ انا دلوقتي الكلام ده مخصوص لطلبه ستيم، بترتيب الكلمات ده لطلبه ستيم، بس التكنيكس والطريقه ممكن اي حد يعملها. تمام. اول حاجه انت لازم ترتب الكلمات عندك بالنسبه للاهميه. يعني ايه الاهميه؟ يعني اول حاجه عندك كلمات السايكل. كلمات السايكلز مهمه جدا 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 جدا، لان دي الكلمات اللي في الغالب بيجي منها في الامتحان. حتى انت لما كنت اولى والثانيه كانت كلمات السايكلز هي اللي بيجي منها اسئله الكلمات اللي في الامتحان. فانت ما ينفعش تخش الامتحان وانت بتحفظ كلمات السايكل. وكلمات السايكل اصلا مش كتير، هم عددهم تقريبا كل سايكل فيها حوالي 50 كلمه، فانت عندك 6 سايكلز تقريبا بحوالي 300 كلمه، سهلين جدا تقدر تحفظهم. تمام. ده بالنسبه لكلمات السايكل. تاني حاجه عندك كلمات هلو، لازم تحفظ كلمات هلو لانها مهمه عشان كلمات القصه، ولازم كلمات هلو هنتكلم دلوقتي في القصه. وتاني حاجه مهمه برضو عشان ان هي بيجي منها برضو اسئله في الامتحان، لان هو لو حط الامتحان حتى مشترك ما بين ثانويه عامه وستيم، فهو الغالب هيحط لك اسئله الكلمات من هلو، من كتاب من منهج ثانويه عامه العادي. فتاني حاجه تذاكرها هي كلمات هلو. ثالث حاجه تذاكرها هي كلمات ابستريم. بصراحه ابستريم ده عليه اختلاف، يعني ابستريم ساعات بيجي منه كلمات قليله في الامتحان، يجي لي سؤال او سؤالين بس، وساعات يجيب من 5 أو 6 اسئله كل واحد بقى على حسب السنه بتاعته وعلى حسب حظك فيه. بس انا بالنسبه لي دايما ان هو تالت حاجه، يعني انت بعد ما تخلص كلمات السايكلز وكلمات هلو فضل معاك وقت تلم كلمات اب ستريم. طب ايه احسن طريقه واسهل طريقه نلم بيها الكلمات؟ انا بالنسبه لي اسهل طريقه واحسن طريقه انك تلم بيها الكلمات ان انت تحطها في هيئه قصه. يعني انت تحطها في هيئه قصه، يعني انت مثلا ممكن تالف اي قصه وتحط جواها الكلمات بتاعتك دي. يعني اول حاجه ده قدامك فايل الكلمات، هتقرا الكلمات كويس، تفهم معناها كويس، تفهم هي بتيجي ازاي في الجمله. تمام. اذا كان بقى عن طريق فيديو، اذا كان بقى ان انت هتقراها بس كده، كان هتحطها على جوجل ترانسليت، هتحطها على اي موقع من مواقع الديكشنريز، فاي حاجه من دول المهم تفهم معنى الكلمه كويس. يعني انت معنى الكلمه كويس، كل اللي انت هتعمله ان انت هتاخد عمود عمود كده وتحطه في قسم. يعني مثلا
هتقول مثلا ان انا بدل وانا كنت ماشي مثلا امبارح، بدل ما تقول مثلا انا كنت رايح مكان، تقول مثلا انا كنت بقول مكان واعمل القصه عربي وانجلش عادي، وان انت القصه دي بعد كده تسجلها ريكورد، هتقعد تسمع القصه دي، هتقعد بقى تفكرك بالكلمات وبمعاني الكلمات. تمام. خلي بالك ان انت جوه الامتحان انت الاسئله تشوز بالكلمات، فانت اهم حاجه بس ان انت اول ما تلاقي الكلمه تفتكر معناها وتعرف تختارها في الجمله دي. تمام. ف زي ما بقول لك الطريقه بكل بساطه ان انت تقعد تكتب كانك بتالف قصه بالظبط، بس حاول تبدل كلمات في النص بكلمات السايكلز او بكلمات الكويم اللي عندك اللي انت المفروض تحفظه، بس ده اللي انت مطلوب منك. الطريقه دي صدقني بعد ما تخلص القصه بتاعتك مع كل اتنين كولرز، مع كل صفحه او صفحتين ثلاثه كده متجمعين مع بعض، هتعمل لنفسك ريكورد وتسجل القصه دي بصوتك، وهتقعد تحفظ القصه دي كل يوم. صدقني القصه دي هتتحفظ في دماغك، كل الكلمات بكل معانيها هتتحفظ في دماغك، ودي افضل طريقه انك تحل بيها سؤال التشوز بتاع الكلمات. انا مش بقول لك دلوقتي ان انت تحفظ كلمات عشان هتستخدمها في الانجليزي قدام، او مش بقول لك احفظ كلمات عشان هتزود الفوكابلري بتاعك، هتزود الفلونسي بتاعك. لا، انا بكلمك ان انت تحفظ كلمات ازاي عشان تخش تحلها كويس او تقفل سؤال التشوز بتاعها في الامتحان. تمام. ده كده بالنسبه لايه موضوع الكلمات. اخر حاجه اكلمك فيها بقى هي القصه. والقصه عندنا في ستيم اللي هي كريتيك اكسبكتيشنز هي سهله جدا وبسيطه جدا. هتلاقي حاطط لك لينك فيديو في الديسكربشن، الفيديو ده افكار اللغه بجد، انت هتخلص القصه كلها في ساعتين زمن. هتتفرج على الفيديو لامم الكلمات، تحفظ الكلمات جوه الفيديو، ولامم شرح التفاصيل بتاعت القصه. بص يا شباب، الاسئله عندنا في السم بتيجي كلها كريتيكال ثينكينج، يعني هيجي يقول لك ايه رايك في الشخصيه دي؟ ايه رايك في موقف كذا في القصه؟ ايه رايك في مش عارف ايه؟ او انت بتذاكر القصه ذاكرها على انها قصه، على انها ستوري، على انها فكره، على انها فيلم، على انها احداث. عارف بالظبط كده لما مثلا اقول لك يا عم مسلسل جعفر العمدة اللي لسه خلصان، احكي لي الاحداث بتاعته، وانت غالبا دلوقتي لو انت اتفرجت على المسلسل هتعرف تحكي لي كل الاحداث بتاعته بالترتيب. فهي نفس الفكره، ذاكر القصه، بتقعد تحفظ تفاصيل، ما بتقعدش تمسك شابتر شابتر تحفظ له اسئلته واللي بتيجي. لا، هو كله بيجي كريتيكال ثينكينج، بمعنى ان انت يقول لك رايك في الشخصيه دي، ايه رايك في الموقف ده، هل الشخصيه دي انا شريره او مش شريره، هل الموقف ده كويس او مش كويس، هل انت لو حابب تحفل حاجه في الموقف ده تبقى ايه، وهكذا. كلها اسئله كريتيكال ثينكينج لو انت بس فاهم الاحداث بتدور ازاي وفاهم القصه ووريها كويس، وسابع الفيديو اللي انا بقول لك عليه ده اللي هو شارح القصه بكل التفاصيل. صدقني باذن الله تعرف تحل كل الاسئله بتاعتها. بتيجي دايما 6 اسئله في الامتحان، السته يتقفلوا ومفيش فيهم اي مشكله. تمام. القصه ما تقدرش تاخد منك وقت وما تاخدش منك مجهود كبير لان هي سهله، واسئلتها بتيجي باذن الله سهله. كده خلصنا الجزء الاول من الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن ماده الانجليزي. خلينا بقى دلوقتي نخش ونتكلم على مادتين اللغه الثانيه اللي هم الالماني والفرنساوي. انا كنت الماني وكنت فرنساوي، فهتكلم الاول على الالماني وهسيب الفرنساوي في الاخر. هقول لك على الفيديوز اللي انا حاولت ادور مثلا ناس صحابي كانوا فرنساوي على الفيديوز واهم الحاجات اللي فاتتهم، وهحطهم لك برضه في الفرنساوي واكلمك عنه في اخر الفيديو. تمام. بالنسبه للالماني، الالماني متقسم عندك برضه لثلاث حاجات، متقسم عندك الجرامر، ومتقسم عندك السيتويشنز، ومتقسم عندك الكلمات. تمام. الكلمات هتذاكرها والسيتويشنز من فيديو الهير اسمه هير احمد سمير. هير احمد سمير ده قناه كنز، القناه دي هي اللي قدرت بيها الم بيها الالماني واجيب فيه الحمد لله فوق 93% في الامتحان. فاحسن طريقه تلم بيها الالماني ان انت هتفتح قناه هير احمد سمير او دكتور احمد سمير ايا كان. حلو. هتلاقي الفيديو انا هحطها في الديسكربشن مش لازم تروح تدور على اي حاجه. تمام. الفيديوز ديت هتلاقي فيديو للمواقف، فيديو المواقف ده من المواقف الاولى والثانيه والثالثه، وكمان تحط فيها فايل كلمات. هتنزل فايل الكلمات ده وتحفظه بنفس الطريقه اللي حفظنا بيها الانجليش، ان انت هتحط برضه قصه بالعربي وتبدل الكلمات اللي فيها بكلمات الدويتش ديت بالادوات بتاعتها دي وضرف دي وهكذا. تمام. عشان تثبت الكلمه بالاداه بتاعتها وتسجل نفسك ريكورد وتسمع نفسك على طول او تسمع القصه دي على طول. برضه ده يعني انا فاكر ان انا حفظت تقريبا اكتر من 1000 كلمه من كلمات الدويتش 3 ايام بس. تمام. وبدايه بضغط دي في الحاجات دي كلها، فحاولوا ان انتوا تستخدموا الطريقه دي والله. ولو حد فيكم لسه فاهم الطريقه يتواصل معايا وحاول نشرحها انا وهو عادي يعني على الشات، واقول له ازاي ننفذها وكده. تمام. فهتفتح الفيديو دوت ده اللي بكل المواقف في فايل الكلمات اللي لما كل الكلمات المهمه اللي عندك. تاني فيديو هو فيديو الجرامر. فيديو الجرامر بيزد اللي هتلاقيني حاطط لك فيديو برضه لهير احمد سمير 6 ساعات ونص تقريبا، بس الفيديو دوت كنز لابم كل قواعد الجرامر من سنه اولى وثانيه وثالثه. مش هيخليك عندك اي مشكله في اي قاعده جرامر، لا داتيف ولا اكوزاتيف ولا ازاي الجمله بتتركب ولا الافعال الماضيه ولا الافعال المضارعه ولا اي حاجه. كل القواعد بتاعت الجرامر بتاعت الدويش هتلاقيها في الفيديو دوت. وكمان حطيت لك فيديو تاني لهير احمد سمير برضه حوالي 3 ساعات حل بقى فيه كل او تطبيق بقى على الفيديو بتاعه اللي هو بتاع الجرامر ده كله. فانت هتلاقي حل وشرح لكل اسئله الجرامر وحل ومعاك قصدي فيديو انستتيوشنز. انت كده غالبا باذن الله هتقفل الدويتش لو مشيت بالطريقه دي. بس اهم حاجه في الدويتش انك تحفظ كلمات. انا بقول لك انت ممكن تخلص الجرامر كله والسيتويشنز كله في يوم واحد او في يومين، بس الكلمات هتاخد منك وقت. فمن دلوقتي لو انت ما بداتش حفظ الكلمات ابدا احفظ كلمات، وابدا عيش واحده واحده على كلمات دير، على كلمات ضص، على كلمات دي، وخلصهم عشان دول اهم حاجه في الالماني، وهي الحاجه اللي بتبني عليها الجرامر وبتبني عليها السيتويشن. تمام. دي كده بالنسبه للإزراء. اخر حاجه بالنسبه للفرنش او للفرنسي، انا بص لقيت لك لما دورت ساعات لقيت لك فيديو حلو قوي 9 ساعات لامم كل الجرامر بتاع الفرنساوي شرح وحل بكل التفاصيل، هتلاقيها حطيته لك تحت الديسكربشن. تمام. ودورت لك برضه على فيديو كود كويس للمواقف، لقيت لك فيديو تاني للمواقف كويس حوالي نص ساعه. الفيديو دوت مهم
او سهل ان تقدر تذاكر منه المواقف وتحفظها. بس انا بجد ما عنديش معلومات في الفرنش، يعني انا ما اقدرش افيدك قوي فيه. فانت ممكن تشوف فيديو تاني حد بيتكلم عن الفرنش، او تواصل معايا ابعت لك حد من ارقام صحابي اللي كانوا فرنش ممكن تساله تعمل ايه في الفرنش. بس كده يبقى احنا اتكلمنا في الفيديو دوت على 3 نقط. اتكلمنا على الدويتش، واتكلمنا على الفرنش، واتكلمنا على الانجليزي. هحط لك كل الفيديوز تلاقيها تحت في الديسكربشن. وربنا معاكم يا شباب ويوفقكم. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتشيروا الفيديو دوت مع اصحابكم كلكم في كل حته، عشان اللي عنده مشكله انه يلم المواد الادب ازاي. وزي ما بقول لكم المواد الادبي مهمه. وانت حتى لو طالب في ثانويه عامه اتفرج على الفيديو، لان الفيديو فيه فيديوز برضه وفي لينكات لفيديوز هتفيدك جدا وتسهل عليك حاجات كتير قوي في المناهج بتاعتكم. بس كده ده كل حاجه في الفيديو. وانتظر ان شاء الله انزل لكم برضه فيديوز عن الكيمستري وعن الفيزيكس وعن الالماني او عن الاحياء والجيولوجيا، زي نلمها كلها برضه، عشان يبقى باذن الله الشهر دوت شهر نتعب فيه شويه عشان نوصل باذن الله في الاخر للكليه اللي احنا بنحلم بيها. بس كده معاكم دكتور عبد الرحمن اليمني، ودي كانت الحلقه الجديده من يمني توكس. بس كده اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.